لقيت كريم بيكلمني امبارح وعنده سؤال محيره مصر انه يعرف الاجابه. قال لي بصراحه كده انا مش مقتنع بحاجه اسمها عذاب قبر. يعني ازاي واحد يتحط تحت الارض ويتعذب وهو مش المفروض ان خلاص كده الجسد اتحلل وخلاص؟ فانا قلت له ده سؤال مهم، بس تعالى كده نفكر بالعقل الاول. لو مفيش عذاب قبر ولا في حساب بعد الموت، يبقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيسيب الظالم اللي ظلم الناس يموت كده من غير ما يتعاقب؟ وازاي المظلوم اللي مات مظلوم يضيع حقه؟ لازم يكون في عدل تاني بعد الموت. قال لي طيب ما ممكن العدل يبقى يوم القيامة، ليه يعني نحط حكاية عذاب القبر دي في النص؟ قلت له هو كلامك صح ان في حساب يوم القيامة، لكن في نصوص كتيرة بتأكد ان في مرحلة وسطية قبل يوم القيامة اسمها البرزخ. القبر اللي احنا بندفن فيه بيكون بداية الجزاء، والنبي زي ما انت عارف قال القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. يعني اللي عاش مؤمن بيتنعم من اول ما يدفن، واللي عاش كافر او ظالم بيتعذب من اول برضه ما يدفن. اعترض كده وقال لي بس الكلام ده انا سمعت ان وارد في عذاب القبر احاديث ضعيفة. فانا قلت له زي ما وارد احاديث ضعيفة وارد برضه احاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهم عن سؤال القبر وعن نعيم القبر وعذاب القبر. والعلماء قالوا ان الاحاديث دي احاديث متواترة، يعني اتنقلت لينا من طرق كتيرة جدا يقوي بعضها بعضا. فالفكرة الاساسية ثابتة ان في حساب بعد الموت ومفيش عمل بيروح حضر. قال لي طيب ايه الفايدة ان الواحد يصدق دلوقتي بعذاب القبر؟ هستفيد ايه؟ قلت له لا، ده الفايدة كبيرة جدا، لان الايمان بده بيخلي الواحد يفكر 1000 مرة قبل ما يغلط، لانه هيحس ان مفيش ذنب هيعدي من غير حساب. وكمان بيطمن المؤمن ان تعبه مش بيروح، وربنا سبحانه وتعالى هيجازيه من اول لحظة بعد الموت. فابتسم كده وقال لي كلامك منطقي، يبقى بالعقل العدل يقتضي حساب، وبالنقل الاحاديث واضحة. شكلي فعلا محتاج ان انا اذاكر الموضوع ده اكتر وافهم عنه كويس.